بالك هو راني نشوف فيكم بالك وتسكر في جوه. هلو بيبيز، اليوم طاجين تاعنا طاجين اللحم بالبرقوق الجزائري. الاولى طاجين تاعنا نسخنوه مليح باش نعطوا له ينبال كوش اللحم، نديروا له السمن ونخلوه يطيب في غردو. او ميم طون واش رانا نديروا او يتقلى نفوروا البرقوق كما قالوا حبابنا في تلمسان. الزعفران درتوه في الماء مسخون. كاين اللي يحب يدير حبه بصل ديريكت ويطيبها من بعد ينحي البصله وكلش. انا نحب هذاك لوغو تاع البصل، دونك انا جو بريفير ندير البصل ديريكت. قطعته رقيق. تسكرفجوه شا بالك هو راني نشوف فيكم بالك وتسكرفجوه. ندير عود القرفه، ملح، الفلفل الكحل. هاد المره نديرو قرفه ملحيه باش نديرها باش ما تزيدش طيب. نفرخها ديريكت. واللي ما عندوش العسل يدير السكر. ندو شويه مرقه ولا لاصوص ونديرها مع البرقوق. طيب شو البرقوق فهاديك باش ياخذ هذاك لوغو تاع المرقه. كاين الناس اللي تصفيها، انا واش ندير غير اللي من الفوق برك. انا غير ندير داك البصل اللي طاب فيه نخليه واحد الريحه ولي زيبيس غير القرفه والفلفل الكحل برك. اللحم هذا طاب مالح، هذاك اللحم بالبرقوق. هذا طبق جزائري 100%. تاريخه من الامازيغ، هما اللي اكتشفوه، هما اللي بداو يديروا اللحم، يطيبوا اللحم مع الفواكه. لا مازال ما درتوش ابوني ديروا ابوني. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم.